يا صباح الخير على حبايبي، صباحكم كله امل وتفاؤل، صباحكم مليان برضا وثقة بالله. النهارده هنعمل العيش الطري او الرقاق الطري بطعم لذيذ جدا وطريقة سهلة خالص، مكونات موجودة في البيت ان شاء الله. انك تعملي عيش في البيت دي حاجة اساسية لازم تعرفيها، عشان اوقات بنقع في زنقات بنكون مضطرين نعمل عيش في البيت. تعالوا بقى نشوف الطريقة والمقادير، مفيش ابسط من كده. بصوا العيش عامل ازاي، ما شاء الله، روعة بألف هنا، فعلا في منتهى الجمال والطعم اجمل واجمل. تعملي سندوتشاتك وتستعمليه في بيتك وبألف هنا. قبل ما نبدأ الفيديو من فضلكم لو اول مرة تشوفونا انزلوا تحت الفيديو واعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل اشعارات بكل وصفات الجديدة. يلا نبدأ. المقادير هنحضره بكيلو دقيق او 2 كيلو على حسب الموجود عندك، بس لو انت اول مرة تعمليه اعملي بكيلو واحد بس، وبعد كده كتري الكمية براحتك. عندنا دقيق ولبن رايب او استبدليه بمية على حسب الموجود عندك، وطبعا الملح ومعلقة سكر. انا استعملت لبن رايب بالخل، طعمه روعة وكمان طري جدا، وطبعا معلقة سكر وكيس الخميرة. طبعا هنحضر الخميرة بتاعتنا الاول، هنختبرها بشوية مية دافيين ومعلقة السكر، وبعدين نضيفها على الدقيق، ونضيف طبعا عليهم اللبن الرايب ونعجن كويس جدا لمدة 10 دقايق لحد ما الملمس العجينة يكون ناعم. اهم حاجة كل ما تعجني العجين كويس كل ما يدينا نتيجة روعة. وبعدين بعد كده نقطعها، بعد ما تخمر نسيبها 5 دقايق او 10 دقايق تخمر، وبعد ما تخمر نقطعها كور صغيرة على حسب رغبتك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونسيب مسافة بينهم عشان ممكن تخمر، هنسيبها تخمر مرة تانية زي ما انتوا شايفين. لازم تكون طرية، ما ينفعش تكون يابسه او جامده. لو لقيتها طريه قوي ممكن تضيفي رشه دقيق وتعجنيها تاني، او ناشفه لو لقيتها ناشفه قوي هتضيفي ميه شويه بشويه كده لمده 7 دقايق او 10 دقايق. كل ما تعجني العجين كويس كل ما يدينا نتيجه روعه ونتيجه احسن، وينفخ معاكي زي بالشكل ده ويكون جميل. طبعا هنعمل هنسيبها بس ربع ساعة تخمر، وبعدين نبدأ نفردها ونعملها في الفرن بالشكل ده. شايفين الجمال، شايفين طالع منفوخ وحلو ازاي، بألف هنا. مش لازم كله يطلع منفوخ على فكرة، ممكن واحد هيطلع كده وواحد هيطلع كده، مفيش مشكلة خالص، كله بيبقى طعم واحد وبيبقى طعمه جميل بألف هنا. المهم ممكن كمان لو ما عندكيش فرن زي ده ممكن تستعمليها على البوتاجاز العادي خالص. بتجيبي القلايه بتاعتك او الطاسه وتسخنيها، يكون ما بتلزقش طبعا، وتسخنيها، ما تخليش نار عاليه قوي، تخلي نار هاديه، وبعدين بعد ما تفرديه تضيفيه في القلايه بتاعتك وتسيبيه لحد ما ينفخ. ممكن حتى لو ما نفخش مفيش مشكله خالص، بس انت لو سبتيه يريح شويه هينفخ معاكي وهيبقى تمام وهيبقى روعه. تمام. طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني، يعني في دقيق ممكن يحتاج ميه كتير وفي دقيق ما يحتاجش ميه كتير. انت هتعجني فيه وتشوفيه، لو محتاج ميه هتزوديه، او لو مش محتاج ميه مش هتزوديه، على حسب الدقيق بتاعك. او لو عندك عجان ممكن برضو تستعمليه وتعجني العجين ده فيه، سيبيه 10 دقايق. لازم اهم حاجه يكون طري كده، مش طري قوي ولا يابس قوي، العجينه تبقى طريه، تسيبها تريح معاكي وتخمر مده صغيره، ما تطوليش برضو المده قوي عشان ما تبص منك. وبعدين تبتدي تخبزيها كده وتعمليها في الفرن، هتبقى تمام وتبقى روعه جدا وبالهنا والشفا. طبعا هنفرد العيش يعني في سمك حوالي اقل من نص سنتي، يعني حوالي 3 مللي. بنرش دقيق كده ونفرد العيش كده ونسيبه دقيقتين، وبعدين نسويه في الفرن عشان يطلع معاكي بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. عايزه اقولك كمان على شويه حاجات مهمه قوي في عمايل اي رقاق او اي عجينه عندك. اهم حاجه من الاول خالص تنخلي الدقيق كويس جدا، وتاني حاجه تختبري الخميره بتاعتك، وهقولك ازاي.
انك تجيبي من ربع نص كوبايه ميه دافيه او نص كوبايه لبن دافي، وتضيفي عليه الخميره ومعلقه سكر وتقلبيهم كويس لحد ما الخميره تدوب، وبعدين تسيبيها على جنب حوالي 5 دقايق. هتلاقي الخميره حجمها كتر معاكي وكبر معاكي كده، تبقى الخميره مظبوطه. لو ما لقيتهاش اتفعلت وحجمها كبر ولا كده، تبقى كده الخميره بتاعتك بايظه. تالت حاجة تعجني كويس جدا، اقل حاجة العجين اقل حاجة 10 دقايق لحد ما يكون العجين ملمسه ناعم معاكي وما يكونش ناشف قوي ويكون طري كده، عشان يتفرد معاكي بكل سهولة. وتعجني كمان بلبن رايب هيخلي طعمه في حتة تانية. رابع حاجة لما تعجني قطعيه على طول او سيبيه 10 دقايق وبعدين قطعيه على طول كور على المقاس اللي انت عايزاه، وسيبيه يرتاح شوية وبعدين افرديه على طول. بعد ما يرتاح شوية تبدأي تفرديه كده، وبعدين تخبزيه على فرن مولع قبلها بشوية، والنار تكون من تحت متوسطة ومن فوق عالية عشان يقب معاكي وينفخ بسرعة. ولما يطلع من الفرن افرديه على قماشة او فوطة قطن عشان ما يعرقش وتتشرب اي بخار طالع منه، وبألف هنا. وكمان يطلع معاكي بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. شايفين ما شاء الله، بألف هنا وشفا. شايفين شكله جميل ازاي، وكمان طري ومورق وقابب، حتى لو ما قبش معاكي بيكون طعمه جميل برضو وشكله اجمل. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم. لو اول مرة تشوفوني من فضلكم انزلوا تحت الفيديو اعملوا لي اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. اسيبكم في رعاية الله. بتمنى ان وصفاتي كلها تعجبكم، وبتمنى كمان تدخلوا على قناتي عشان تشوفوا فيها وصفات هتعجبكم جدا. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.